بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسم الله. بصوا انا هعمل حاجه حلوه النهارده، يعني كده ايه، لفايف الجلاش بالكنافه. انا هنا حطيت كوبايتين سكر وعملتهم الاول السيرب او الشربات اللي بتقولوا عليه حسب ما بتتكلموا اهو، خلاص عشان يبقى بارد. وهنا حطيت 3 معالق سمنه، هو جيبوا ربع الكنافه اهو، حطه فوقيها، قطعيه حتت صغيره، حطيه في الفريزر. وبعد ما تحطيه في الفريزر كده تفرفتيه، هيتفرفت معاكي، مش هيتعبك. وطي النار خالص على الكنافه عشان خاطر تتحمر تحمير كويس. يعني مفرفتاها حتت صغيره خالص عشان كمان ما تاخدش منك سمنه ياما، يعني من كل ناحيه. لو عليت النار هتتشعوط بسرعه وهتاخد منك سمنه كتير. وطي النار عليها خالص كده وطولي بالك، يعني انت هتعملي حاجه حلوه عشان تظبطي الدنيا اهو. انا وطي النار عليها خالص زي ما انتوا شايفين. شايفه اللون ده يا حبيبتي اهو؟ شايفه؟ هو حلو كده بامبي يعني، بس عايزه اتحمر شويه صغننه شويه كمان. وانت بتعملي تك عليه كده عشان تهبطي، تخلي الكنافه تتكسر اكتر. شايفه كده اهو؟ شوفوا بقى محبه قد ايه، ما بقوش ياما اهو. انت عندك شربات تقيل، عندك سيرب بتسموه سيرب ولا شربات زي حسب ما بتعمليه، او عسل نحل او عسل كلوكوز، حاجه من الثلاثه. دلوقتي اهو خلاص كده. انا شايفه اللون بتاعه كده حلو قوي عشان ما يتحرقش. شايفين يا جماعه اهو؟ انت بقى عندك كده حلو قوي اللون. انت عندك بقى شويه مكسرات مثلا، سوداني، اي حاجه انت عايزه تحطيها مع الحشوه دي حطيها براحتك، مش عايزه خالص خلاص براحتك برضو. هو كده مية مية، يعني هي دي الحشوه بتاعت الجلاش. انا هحط عندي زبيب وعندي جوز الهند وشويه سوداني صغيرين، حطيتهم اهو، حطهم عليهم كده. تمام. وهقلبهم، هقلبهم معاهم كده اهو زي ما انتوا شايفين. تبقى طعمها جميل احلى من بتاعه المحل 1000 مره. اتفرجي بقى على الجمال وعلى الحلاوه لما تتعمل. وهنا العسل البطاطس اللي قلت لكم عليه اهو. يا رب كده اه. خلاص يا حبايبي، انا عملت الحشوه اهي وحطيت لها 3 معالق اللي هو الجلوكوز ده او عسل بطاطس حسب ما تسموه. او ما عندكيش اعملي شويه سيرب شربات تقيل قوي كده، او ما عندكيش حط عسل نحل. المهم تحطي له 3 معالق حلوين مليانين كده. خلاص كده اهو، خليها تبرد بقى عشان احشي بيها. يلا بقى بينا كده نعمل الحشو، نعمل الجلاش. دلوقتي انا حطيت ورقه وحطيت ورقه فوقيها، دهنت بالسمنه لازم، وما تحطيش سمنه عشان يورق معاكي. وهترصي كده وتحطي كده الحشو زي ما انت شايفه كده بطول الورقتين. عايز تعملي ورقه بورقه انت حره، بس بالورقتين كده بيبقى بتسعفي، وفي نفس الوقت بتخلصي نفسك على طول يعني اهو. استحشي كويس، خلي خليكي سخيه كده اهو. تمام اهو. بتلفيه بقى كده اهو اهو، شايفه اهو زي ما بلف كده. طبعا الورقه مدهونه سمنه زي ما انتوا عارفين، انا بوريكي بس اول مره اهو. بعد كده بتقطعيه اهو، تقطعي على قد ما انت عايزه اهو. شايفه يا حبيبتي؟ سهله جدا، ما فيهاش اي صعوبه اهي. اعملي كله قد بعضه. وهترصي بقى في الصينيه، رصيه في الصينيه واحده بواحده كده على اقل من مهلك اهو. قطعتش كويس ولا اهو؟ يحبوا بعض، مش عايزين يسيبوا بعض، جنب بعضه كده اهو لحد ما تخلصي كل الكميه. بعدين نوريكي بقى نعمله تاني. تمام.
شايفين حبايبي خلصتها زي ما انتوا شايفين اهي. في الصينيه نص كيلو جلاش وربع كيلو كنافه، وسيحت بقيه السمنه اهي كوبايه ونص، كنت حاطه كوبايه ونص عملت منه كله، وافضيها فوقيها كده وهزقها في الفرن، ولما تطلع اوريها لكم. ايه رايكم بقى يا جماعه؟ بصوا الجمال، بصوا الحلاوه اللي ريحتها جميله قوي والله. الشربات معموله وبارد وهي سخنه، انا هزقيه بالشربات وخلاص كده. يا سلام، احلى بقلاوه محشيه مكسرات بقى وكنافه ومية مية. وهي بقى شوفي كده ايه، اديلك حتتين من البتاع، شوفيها تبقى بكام اهي. حاجات بسيطة وبتعمليها في البيت بإيدك كده، العيال يفرحوا بيها. عسل العسل. كوبايتين سكر مفيش غيرهم، وربع كيلو كنافة ونص كيلو جلاش، وتعملي صينية ما شاء الله تأكل كذا نفر. لما صلى على النبي. اه يا حبايبي يلا اعمليها كده وتهني. بصي جميلة ازاي اهي من جوه، بصي مورقة ازاي وجميلة اهي، ومن تحت بصي خبيزها جميل ازاي اهو. بس الصينية طلعت كبيرة عليها اهو بقى، وشربت الشربات بتاعها اهو، كله تمام اهو. مش عارفة امسكها عشان سخنة بصراحة اهي. شايفة اهي، اكسرها لك اهي. بص من جوه الحشو عامل ازاي، عسل عسل، كلها زي القشطة اهي، جميلة جدا. الصينية طلعت كبيرة بس شوية، كان المفروض تحط في صينية صغيرة عن كده. يلا اعمليها كده وادعيلي. يلا مع السلامة حبيبتي، مع السلامة.